طيب نبدأ بقى نشوف هرمونات الجزء الأمامي أو الجزء الغدي للغدة النخامية. هرمونات الجزء الأمامي أو خلينا أدق الجزء الغدي للغدة النخامية. نركز اهو. قالك واحد هرمون اسمه هرمون النمو. لو احنا تمام في الانجليش والانجليش بتاعنا كويس او احنا طبيعتنا بنحب الانجليش، الانجليش هيسهل معايا اصلا حفظ الهرمون. انا نمو بالانجليش يعني ايه؟ يعني جروس، هناخد الجي، جروس هرمون، يبقى هرمون الجي اتش ده الرمز بتاعه. ادي الرمز الانجليش وادي الاسم العربي. تاني هرمونات وهي مجموعة الهرمونات المنبهة لغدد صماء أخرى. دي بقى السبب في إن إحنا سميناها إيه؟ المايسترو. إيه هما دول بقى؟ قالك الهرمون المنبه للغدة الدرقية، ودرقية يعني ثيرويد. طبعا انت مش مقرر عليك الانجليش بس انا بسهل عليك الدنيا. هناخد منها التي. منبه يعني stimulating، هناخد الاس. هرمون يبقى سميناه تي اس اتش. طيب الهرمون اللي بعد كده الهرمون المنبه لقشرة الغدة الكظرية. الغدة الكظرية دي غدة صماء، هو بينبه القشرة بتاعتها لأن هي بتتكون من تركيبين. دي طبعا الاختصار الانجليش بتاعها تقيل شوية، ادرينو كورتيكو تروبيك هرمون ACTH. انت عليك طبعا الاختصار بس انا بقول لك جاي منين عشان تبقى الدنيا سهلة معاك شوية. طيب بعد كده الهرمونات المنبهة للمناسل. قالك ودي عبارة عن اتنين. واحد اسمه FSH فوليكل ستيميوليتنج هرمون، الهرمون المنبه للحويصلة، وهنشوف اتسمى بالاسم ده ليه. واليوتيلايزنج هرمون، الهرمون المصفر او محفز للجسم الاصفر. خلاص. طيب 3 يبقى 2 دول، ال3 دول جوه المجموعة بتاعت 2. 3 الهرمون المحفز لإفراز اللبن، ده اسمه جاي من سكر اللبن. فاكرين سكر اللبن كان اسمه ايه؟ لاكتوز. طيب راح قال لك ده اللي هيشتغل قبل ما اللبن يتم افرازه، برو لاكتين، سميناه البرولاكتين. خلاص. دي كده هرمونات جزء من الغدة النخامية اللي هو الجزء الأمامي. GH TSH ACTH FSH LH برولاكتين. خلاص. نبدأ بقى في هرمون GH. أول حاجة خدوا سكرين عشان تبقى الصورة يعني قدامكم واضحة يعني في السيناريو اللي احنا هنمشي عليه.
هرمون النمو. قالك هرمون النمو ده، ونركز كده في تسلسل الأحداث. قالك هرمون النمو ده يؤثر على نمو العظام والعضلات. أنا عارف إن العظام والعضلات اللي في جسمي دول عبارة عن إيه؟ بروتين. يبقى هو لو أثر على الإيه؟ على البروتين، يبقى هيقدر يأثر على مين؟ على نمو العظام والعضلات. قال لك يؤثر على نمو العظام والعضلات عن طريق التأثير على معدل أيض البروتين. أيض المقصود بها هدم أو بناء، بس في الفصل ده مستخدم ساعات أيض بصورة عامة. المفروض أنت كشخص تكون عارف هل أيض هنا مقصود بيها هدم وبناء، ولا هدم فقط، ولا بناء فقط. هو مسؤول عن ان هو يعمل ايه؟ بناء. نمو. برافو عليكي. النمو يبقى الطبيعي ان انا هبني ولا ههد؟ عشان اخلي الحاجه تنمو يبقى اعمل بناء ولا اعمل هد؟ اعمل بناء. يبقى الايض هنا المقصود بيها كوصف ادق هو بناء مين؟ البروتين. البروتين عشان يتبني محتاج وحده بنائيه اللي هي الأحماض الأمينية. الأحماض الأمينية. برافو عليكي. قال لك هو عشان يقدر يأثر في أيض البروتين فهو بيلعب على امتصاص الأحماض الأمينية من القناة الهضمية. طبعا في جزئيات زيادة مش موجودة ولا في التعديل الجديد ولا موجودة في الكتاب أصلا بالنسبة للقديم، بس موجودة في الأسئلة وتيجي في الامتحان عادي. خلاص؟ طيب، فأنا عندي البروتين ازاي ممكن يتأثر بناؤه؟ قالك بان الهرمون ده بيؤثر في امتصاص الأحماض الأمينية من القناة الهضمية. مس معلش ممكن توضحي لي أكتر، لأن أنا تقريبا ناسي الامتصاص اللي كنت باخده في تانية، وأنا هعتبر إن إحنا ما خدناش تانية أصلا. طيب، مش تقليلا منكم، بس عشان يعني مش بعتبرها إن إحنا خدناها عشان أتك على معلوماتها تاني. خلاص؟ طيب، امتصاص الأحماض الأمينية. دايما كان يقول الطفل في مراحله الأولى أهم حاجة في وجباته أو أكتر المكونات أهمية إن لازم الوجبة يكون فيها بروتين، لأن المفروض إن الطفل أول ما يتولد زي ما احنا شايفين بنشوف حجم العظمة بتاعته عاملة ازاي، ونشوف حجم العضلة بتاعته عاملة ازاي، وبعد كده بنلاقي إن هو بدأ يطول، بدأ يملى عضلات، بيحصل له نمو عظام وعضلات. فوقتها الدكتور بيشترط ان لازم يقول للام في النظام الغذائي بتاع الطفل لازم يكون فيه بروتين. طيب ايه دخل البروتين اللي البيبي كله في نمو العظام والعضلات؟ قال لك البروتين اللي البيبي كله سواء كان بروتين حيواني اللي موجود في البيض، اللي موجود في اللبن، اللي موجود في اللحوم، او بروتين نباتي اللي موجود في الخضار والفاكهه، دول اول ما بيدخلوا جسمي. انا دارس من السنه اللي فاتت ان عمليه الهضم عمليه بتحول المواد الغذائيه المعقده الى صورتها الاوليه او الى الوحده البنائيه الاوليه بتاعتها. فانا لما رحت كلت البروتين اللي هو بيض، لحمه، سمك، بروتين نباتي زي اللي موجود في البقوليات، راح وقتها لما راح في الجهاز الهضمي بتاعي رجع للصوره الاوليه بتاعته اللي هي ايه؟ احماض امينيه. جيت انا بعد كده جسمي قعد يعمل امتصاص لمين؟ للاحماض الامينيه، وعمل اعاده بناء ليها، وراح لما بنوا هيروحوا يبنوا لي بروتين زي اللي كلته ولا بروتين انساني بقى؟ يبني بروتين يخصني، بروتين يخصني. اول ما البروتين ده يخصني يتبني وقتها هلاقي نمو للعظام والعضلات بدأ يحصل. طبعا في المنهج بتلاقي نمو عظام وعضلات بس، السيناريو ده مش هيكون مشروح بالتفصيل فنركز. يبقى انا لما يجي يقول لي مثلا ايه علاقه ان انا اكل بروتين بنمو العظام والعضلات بتوعي؟ اكل بروتين معناها هيتم هضم البروتين في الجهاز الهضمي بتاعي، الامر اللي هيترتب عليه تحللها الى صوره احماض امينيه. تمام؟ واول ما هيتحول الى احماض امينيه وقتها هيتم امتصاصه تمام في الجهاز الهضمي بتاعي، ويقوم ببناء ايه؟ يقوم ببناء بروتين اللي هيترتب عليه نمو العظام والعضلات بتوعي. خلاص؟ طيب، ده كده بالنسبه لعمل الهرمون. نعم.
يعني هرمون النمو هو اللي بيكون البروتين الإنساني؟ هو بصي الهرمون عشان تبقي عارفة، الهرمون وظيفته الأساسية يدي الإشارة لبدء العملية الحيوية، مش هو اللي بيعملها. عارفة زي مين؟ مدير المصنع لما يبقى قاعد في المصنع، هل هو اللي بيشتغل ولا العمال؟ العمال. العمال. بس مين اللي عاطي الإشارة بإنه الشغل يبدأ؟ مدير المصنع. مدير المصنع. الهرمون بتاع النمو كده بالظبط، بيدي إشارة لبدء عملية تكوين البروتين، لكن مش هو اللي بيكونه. المسؤول عن تكوين البروتين دي هناخدها في تخليق البروتين إن شاء الله في آخر فصل في جزء الأحياء، تمام؟ هيكون مجموعة من الإنزيمات موجودة داخل الخلايا، فأنت تكوني عارفة كده. ودي كنا هناخدها في آخر الفصل، إيه الفرق ما بين هرمون وإنزيم. الهرمون ده المدير، يدي الامر للخلايا ان هي تشتغل، مين ينفذ جوه الخلايا؟ الانزيمات. خلاص تمام اتفهمت؟ طيب تمام. طيب بالنسبه بقى للهرمون ده اللي بيخليني اكبر، راح قال لك يبقى الطبيعي ان هو لازم يكون ليه معدلات معينه طبيعيه. انا جسمي بيزيد او بينمو بفترات بسرعه، او بلاحظ النمو ده سريعا في مرحله الطفوله ولا البلوغ؟ الطفولة، صح؟ والدليل على كده، واكيد معظمنا عندنا اخواتنا او اولاد اخواتنا بيبي في البيت. هل الطفل اول ما يتولد اللي لبسه يقدر يلبسه بعد 6 شهور، او يلبسه بعد سنة، او يلبسه السنة الجاية؟ بنلاحظ الفترة الاولى دي بنعمل ايه؟ كل فترة نقعد نعمل ايه؟ نقول ضيق عليه، صغر عليه، ضيق عليه، صغر عليه، ونقعد نغير في المقاسات. اول ما نوصل لمرحلة البلوغ، وادي اللي احنا وصلنا لها. حد هيقول يا ميسي يعني احنا وصلنا لمرحله البلوغ كده مفيش نمو تاني؟ مفيش نمو تاني، الا الذكور بتبقى حاله شاذه شويه، ان الذكور لما بيوصلوا لمرحله البلوغ بيكون عندهم هرمونات الذكوره بتعمل نمو للعضلات، فبتخلي الجسم يفرد تاني. ده مش موجود طبعا في الاناث، فالجسم اللي بتوصل له الانثى هو اللي بتفضل عليه، الا طبعا بتزيد دهون، بيزيد وزن الجسم زياده كدهون، لكن مش زياده لعظام او عضلات. خلاص؟ طيب والدليل على كده ان احنا اول ما نوصل لمرحله البلوغ بنلاقي طول البنطلون ثبت عشان عظمي ما بقيش بيطول، طول دراعات التيشيرت ثبتت. طبعا العرض ممكن ما يثبتش، ممكن انا بدخن دي انا بحوش دهون في جسمي وليس نمو عضلات او عظام، هي خلاص ثبتت. بلاقي مقاس الشوز بتاع رجلي خلاص انا عارفه بلبس مقاس كذا، من اول ما اوصل للبلوغ لحد الاخر خلاص هيفضل المقاس ده ثابت، مش هيزيد خلاص ولا هيقل. تمام؟ طيب طبعا هيزيد في حاله واحده، طبعا قلنا التخنه، ودي بتكون وقتها زياده دهون وليس زياده طول في العظام او زياده نمو للعضلات. طيب يبقى انا المفروض ان المعدل الطبيعي لهرمون النمو يكون عالي في مرحله مين؟ الطفوله. ولما اوصل للبلوغ النسبه دي بتكون الطبيعي ان هي قليله. فساعات يجيب لي كده كيرف ويقول لي العمر بالسنوات، ويجيب لي هرمون النمو. خلاص؟ فيجيبه لي مثلا السنه الاولى، السنه الثانيه، الثالثه، الرابعه، الخامسه، السادسه، السبعة، الثامنة، التاسعة، العشرة، الحداشر، ال12. الاقيه عامل ايه؟ عمال يعمل كده بس طبعا ما يوصلش للصفر، مفيش هرمون في جسمي بيوصل للصفر، هو بيبقى فيه رينج كده. تمام؟ وان شاء الله هعلمكم ازاي تقراوا تحاليل وازاي تعرفوا ان الحاله دي عندها مرض ولا لا. طبعا دي حاجه مقرره في المنهج بس مش صعبه، ان انا عندي اصلا التحاليل لازم تكون عباره عن حاجه اسمها نورمال رينج. يعني ايه نورمال رينج؟ يعني رينج طبيعي، لو زادت عنه وليكن مثلا من 2 ل 4، لو زادت عن ال4 بتعمل حاله مرضيه، لو قلت عن ال2 بتعمل حاله مرضيه. خلاص؟ تمام؟ طيب في هرمونات بقى التاثير بتاعها لو اقل من الاقل رينج ده ما يظهرش اصلا، خلاص، او ما تشتغلش. طيب انا دلوقتي هبدا اشوف ايه هي الحالات المرضيه اللي ممكن تظهر على الشخص لو حصل مشكله في تركيزات الهرمون ده عن المعدلات الطبيعيه دي. قال لك لازم نشوف المراحل العمريه. يعني ايه المراحل العمريه؟ يعني انا دلوقتي اكتر مرحله محتاجه فيها هرمون النمو امتى؟
طفولة. يبقى الطبيعي لو هرمون النمو ده تركيزه زاد او قل عن الطبيعي في مرحله الطفوله ولا البلوغ هيبقى تاثيرها اعلى ومشكلتها اكبر؟ الطفوله. تمام. طيب راح قال لك ايه؟ قال لك يبقى انا لازم اكون عارف الهرمون ده لو زاد او نقص في مرحله الطفوله ايه اللي هيحصل، ولازم اكون عارف لو زاد او نقص في مرحله البلوغ ايه اللي هيحصل. تمام، او ايه اللي هيترتب عليه. قال لك الهرمون ده لو زاد في مرحله الطفوله هيكون نمو زياده للعظام ونمو زياده للعضلات، الشخص هيبقى عملاق، وده هيسبب لي مرض اسمه مرض العملاقه. يعني ايه مرض العملاقه ده؟ يعني كل حاجه فيه كبيره، كلها، راسه، ايديه، دراعاته. بقول كل حاجه كبيره ليه؟ عشان كمان شويه هناخد حاجه دلوقتي اسمها عملاقه موضعيه، اماكن بس هي اللي كبيره مش كل الجسم. مقاس الجزمه بتاعته، رجليه. لو دخلتوا تعملوا سيرش كده على عمالقه الشرقيه هتلاقوها دول 2 اخوات عندهم زياده في هرمون النمو من مرحله الطفوله بسبب ورم في الغده النخاميه. الحاجات اللي تزود الهرمون عشان تبقوا عارفين قواعد كده هنثبتها مع بعض. لما اقول لك الهرمون زاد انت عندك احتمالين، يا اما حصل ورم يا اما الشخص ده خد عقار له تاثير منشط على الغده. ده لما اقول لك ان الهرمون زاد. عموما لما اتكلم عن ان هرمون زاد، ورم او تضخم، حصل لها تضخم، لان وقتها الخلايا حجمها بيزيد، كميه الهرمونات اللي بتنتجها بتكون زياده عن المعدل الطبيعي. لما اقول لك ان تركيز الهرمون ده نقص فهيكون وقتها يا اما سببه ان حصل ضمور يعني انكمش وبقي حجمه صغير فافرازاته قلت، يا اما حدث فيه تدمير، والتدمير ده بيكون بسبب غالبا مرض مناعي. خلاص يا شباب؟ تمام. طيب فانا هنا في مرحله الطفوله لو زاد هرمون الجي اتش بيؤدي الى مرض العملاقه. طب ده علاجه ايه؟ لو ما اكتشفناهوش من الاول ملوش علاج. المفروض ان في الدول المتقدمه احنا عندنا بنحلل هرمون الغده الدرقيه بس، اللي هو بيشكوا البيبي في الكعب بتاعه وبننزل الايه، بناخد نقطتين دم كده عشان نشوف هرمون الغده الدرقيه مظبوط ولا لا. او ده هتعرفوا طبعا يعني ليه احنا بنعمل كده، الغده الدرقيه ايه اهميتها يعني. الدول المتقدمه بتعمل الجي اتش والغده الدرقيه الاثنين. فاحنا لو يعني اكتشفنا من البدايه او من الطفوله ان الطفل ده الغده النخاميه بتاعته بتفرز هرمون الجي اتش بمعدل عالي، بناخد حاجه اسمها مثبطات هرمون النمو، مش مقرر عليكم اسمها بالانجلش بس عشان تبقوا عارفين ممكن احنا نعالجه بايه. ده ممكن يتعالج بمثبطات هرمون النمو، بس نركز ان امتى؟ لو انا اكتشفت الموضوع ده اول ما الطفل اتولد وعملت له التحاليل بتاعته. لكن لو بعد كده اكتشفتها فهي ملهاش علاج، انا هروح اقص من العضلات، هقص من العظام، لا خلاص ملهاش علاج خلاص. فدي ما يكونش استخدام العلاج ده الا في اكتشافه في المراحل المبكره فقط. طيب يعني لحد سن كام مثلا؟ الايه؟ يعني لحد سن كام مثلا؟ اول 3 سنين. اول 3 سنين خلاص. طيب لو قل بقى في الطفوله، قل، هيعمل العكس، قزامه، رجله صغيره ورجله صغيره وايديه وطوله كله صغير وراسه مدوره كده هيبقى كله كده صغير، القامه بتاعته قصيره. ده اسمه مرض القزامه. طيب ده علاجه ايه؟ برضه لو اكتشفناه بدري قبل ما يبدأ يأثر على جسمه. أول فترة عمرية منه لو اكتشفنا إن جسم البيبي ده بينتج كمية قليلة جدا أقل من المعدل الطبيعي من الجي اتش، وقتها بديله ايه؟ بديله حاجة اسمها مستخلص هرمون النمو، يعني كأنه هرمون نمو في صورة أدوية أو صورة صناعية. يبقى العلاج بتاعه مستخلص هرمون النمو. لكن قلنا علاج العملاقة والقزامة لا يكون إلا في المراحل المبكرة فقط. لكن في حاجات بعد كده، حالات مرضية نقدر نعالجها حتى بعد ما أعراضها ظهرت، حاجات تانية. خلاص. طيب البلوغ بقى،
البلوغ. قال لك الطبيعي اصلا ان في مرحله البلوغ الجي اتش يكون تركيزه ايه؟ منخفض، بس منخفض برضه بمعدل معين. قال لك لو منخفض خالص جدا هو بيعمل نوع من انواع ضمور العضلات ووهن عام، ضعف عام، ودي هتلاقوها مش مقرره عليكم في المنهج، بس انت عشان انا عارفه حد هيجي يسالني طب في البلوغ لو قل قوي قوي ضعف عام والعضلات بتبدا تضمر، تمام؟ طيب لو زاد بقى وده عكس الطبيعي في مرحله البلوغ، مرحله البلوغ المفروض ان هو يكون قليل، قال لك ده زاد بقى. قال لك المفروض ان الطبيعي في البلوغ خلاص انا وصلت البلوغ، ولا اطول تاني ولا حجم الكفوف يزيد ولا حجم الشوز يزيد، كله بيبدا يثبت اول ما اوصل للبلوغ. قال لك لو زاد الجي اتش بعد ما وصلت للبلوغ بيعمل لي حاجه اسمها حاله الاكروميجالي او العملاقه الموضعيه. عارفين الكبير قوي؟ متتفرجوش عليه؟ اي حد يتفرج عليه؟ طيب اعملوا سيرش كده وشوفوا اشرف اللي في الكبير قوي. دي حالة اكروميجالي. خصائصها ايه لو جينا ركزنا فيها؟ تضخم في الكفين، يعني هو طوله، في ناس في طوله عادي بس الحاجات اللي فيه مش طبيعية او حجمها مش طبيعي. عظام الوجه بتعمل تشوه، عشان كده بنلاقي ان الفك السفلي بتاعه متضخم لقدام، والكفين بيعمل تضخم في العظام بتاعه الكفين من اول الرزغ هنا لحد السلميات تتضخم، والقدمين الامشاط من بعد رزغ القدم. دي الحاجات اللي فيها حجمها اكبر من الطبيعي وشكلها مش طبيعي، لكن كطول قامه ممكن في ناس طبيعيه عادي تكون في طوله عادي. خلاص؟ طيب ايه بقى كده لو جينا هنعمل تعريف للاكروميجالي دي؟ هو نمو العظام، نركز بقى فيها دي، البعيدة عن العظام الطويلة. فهمت يعني التعريف ده؟ نمو العظام البعيدة عن العظام الطويلة، مش العظام الطويلة. طب ايه هي العظام الطويلة والبعيدة عن العظام الطويلة؟ العظام الطويلة اللي هي لو جيت اتكلم على الطرف العلوي من اول العضد لحد الرزغة، والعظام الطويلة في الطرف السفلي من اول الفخذ لحد رزغ القدم. دول كده العظام الطويلة هنا والعظام الطويلة هنا. هو بيقول لي يعمل نمو الايه؟ العظام البعيدة عن العظام الطويلة، يعني عمر ما يأثر على الطويلة، يعني يسيب ده كله ويأثر على بعديهم، يسيب الطرف السفلي كله لحد الرزغ ويأثر على بعد كده، ويأثر على عظام الوجه. يبقى احنا كده بصوا بعيدة عن الطويلة، عشان كان جايب سؤال في الامتحان قبل كده، أي العظام التالية يؤثر عليها هرمون النمو في حالة زيادته عند مرحلة البلوغ؟ كاتب طويلة، كاتب عظام قصيرة، كاتب عظام اسطوانية أو المستطيلة دي، وعظام مسطحة بتاعت الوجه اسمها عظام مسطحة. فأنا عندي يؤثر على المسطحة، يؤثر على القصيرة أو المستطيلة أو الرفيعة، ولكن لا يؤثر على العظام الطويلة. المشكلة إن هو في التعريف جايب لي إيه؟ بعيد عن الطويلة. ممكن الطالب شايف الطويلة أروح أعلم على الطويلة في الاختيارات، لا البعيد عنها، يعني أنا هبعد عنها خالص ومش هقرب منها في التأثير. خلاص؟ طيب اللي هما بقى هيكونوا قلنا عظام إيه؟ عظام الوجه والكفين والقدمين. سؤال بقى كان لذيذ كده، وطبعا منهج الأحياء بيحب اللي هو ايه يعني يخليكم تسرحوا معاه في التفكير شويه. قالك شخص حدث له بعد ما وصل لمرحله البلوغ جاله ورم في الجزء الامامي للغده النخاميه، ادى الى زياده افراز هرمون النمو، وصل للبلوغ. وعلى فكره ممكن ما اقولكش وصل للبلوغ بصوره مباشره، بس انا اجيب لك سنه مثلا 37، خلاص اوريدي ده دليل قاطع ان هو وصل للبلوغ. خلاص؟ فقال لك تتوقع ايه من الحاجات اللي انا هقولها في الاختيارات دي مقاسها مش هيتغير؟ قبعه، قفازات، شراب، بنطلون. بنطلون. البنطلون. ليه؟ لان البنطلون ده مغطي عظام مين؟
طويلة، وهو أصلا بيبعد عن العظام الطويلة ويبدأ يأثر عظام الواجهة، الكفين، القدمين. يبقى القبعة والقفازات والشرابات هي اللي مقاسها هيتغير مع مرور الوقت. خلاص يا شباب؟ تمام؟ طيب ده كده بالنسبة لهرمون النمو. بيعمل ايه؟ معدله الطبيعي، لو زاد او قل عن المعدل الطبيعي في الطفولة او البلوغ. وممكن العلاج يكون ازاي؟ طب حالة الاكروميجالي دي بقى بتبقى علاجها ازاي؟ ملهاش علاج لو تم اكتشافها بصورة متأخرة. تم اكتشافها مبكرا، المشكلة ان ده ممكن مثلا في بتاع مرحلة الطفولة ده تحسبا ان اول ما البيبي بيتولد مثلا بنعمل له تشيك شوية تحاليل. مشكلة مثلا بعد كده في البلوغ غالبا ما بنعملش مرحلة التشيك دي، او ما بنعملش مثلا تحاليل نشوف الهرمونات بتتفرز بمعدل طبيعي. ما بناخدش بالنا غير بعد ما تبدأ تظهر الأعراض. فلو شفناها الأعراض وهي في بدايتها، فده وقتها ممكن الشخص نديله مثبطات علشان الأعراض ما تتطورش معاه. خلاص تمام؟ طيب وطبعا هو ليه اتسمى عملاقة موضعية مش عملاقة زي ده؟ لأن مش كل حتة في جسمه عملاقة، لأ، مواضع معينة بس هي اللي بتصاب بالعملاقة. خلاص ده كده كان أول هرمون. حد عنده أي سؤال؟ خدوا سكرين. هي الهرمونات دي بتتفرز من الجزء الأوسط والأمامي ولا الأمامي بس؟ الأمامي والأوسط طبقا للمنهج الجديد، الاتنين على بعض اسمهم الجزء الوسطي. الجينات بتأثر على الهرمونات؟ الإيه؟ الجينات. الجينات؟ اه سمعت كلمة جينات، بس إيه اللي قبلها واستفسارك ما سمعتوش؟ هي الجينات بتأثر على الهرمونات؟ جدا جدا. بصي تلاقي مثلا عيلة من الخصائص بتاعتها مثلا تقول لك ده هم ما شاء الله كلهم فرعين طوال، وعيلة تانية تقول لك هم كلهم كده يعني قصيرين. طب اشمعنى قال لك عيلة؟ لان انت دلوقتي عندك مثلا هرمون النمو ده طبعا هتعرفيه كويس قوي في اخر فصل في جزء الاحياء. انا من شويه كنت لسه الحصه اللي فاتت كنت قايله لك ان في هرمونات بروتينيه وهرمونات ايه؟ دهنيه، صح؟ كل الهرمونات البروتينيه ما تتكونش الا باشاره من النواه. ليها شفره كده كلمه سر جوه النواه. كلمه السر دي اول ما تترجم يعني نكون الهرمون. فانا دلوقتي مثلا هرمون النمو ده ليه كلمه سر. كلمه السر دي اسمها ايه؟ اسمها جين انتاج هرمون النمو. ففي ناس فيها الجين ده مثلا الشفره بتاعته ليها معدل تعبير عن نفسه اعلى من اشخاص تانية. فبعد ما تترجم الشفره دي تطلع في الشخص مثلا انا عندي مثلا من 2 ل 4 وليكن المعدل الطبيعي. تلاقي مثلا عيله مثلا الجينات بتاعتها بعد ما بتترجم بتطلع معدل هرمون النمو بتاعها اللي بيتفرز علشان يشتغل بعد كده اللي الخلايا هتفرزه يبقى 2.5. عيله تانية مثلا لما نيجي نحلل لها نلاقي مثلا شائع فيها 3 و8. الاساس فيها ايه؟ الجينات لما اترجمت جوه الخلايا بتاعتها، والجينات دي معتمده على الوراثه. عشان كده معظم الامراض تلاقيها وراثيه، تركيز الهرمونات وراثي، تركيز حجم الجسم معظمه تلاقيه وراثي. خلاص؟ وصلت لك الصوره؟ طبعا كلمه سر وشفره والكلام ده لما اروح للار ان ايه. عشان كده قلت لكم الفصل ده اكتر فصل يحب الربط اكتر. يعني انا دلوقتي لما قلت لك عظام هنا ربطت لك بانه فصل وعضلات الاول. ولسه كمان لسه ده احنا لسه الفصل ده هيرتبط بالاول ويرتبط بالثالث ويرتبط بالفصل الاخير في الجزء البيولوجي. خلاص؟ طيب خدوا سكرين. حد عنده اي سؤال برضو قبل السكرين؟ اي استفسار؟ عشان الفصل ده هو لذيذ وكله بس لو اتفهم كويس. تمام؟ لو سمحت الصوت والصورة بيقطعوا. حد عنده الصوت والصورة بيقطعوا برضو؟ لا. طيب يا لارا يبقى المشكلة عندك، ممكن تطلعي وتدخلي تاني، لان لو مشكلة عندي هيبقى عند الكل. خلاص؟ طيب خدتوا سكرين نكمل؟ تمام. طيب نيجي بقى لشوية الهرمونات اللي بعد كده اللي هي مجموعة الهرمونات التي تؤثر في غدد صماء أخرى.
طيب مجموعة الهرمونات التي تؤثر في غدد صماء أخرى. ايه دول؟ كان أول واحد منهم هرمون TSH، وقلنا ده الهرمون اللي بينبه ايه؟ الهرمون، برافو عليكم، الهرمون المنبه للغدة الدرقية. وظيفته ايه؟ وظيفته من اسمه، الهرمون اللي بينبه الغدة الدرقية لكي تقوم، يبقى ده مسؤول عن تنبيه الغدة الدرقية لإفراز هرموناتها. بس خلصت. طيب الكلام عليه امتى؟ في الغدة الدرقية، عشان نشوف هو بيأثر عليها ازاي، ولو هو حصل فيه مشكلة الغدة الدرقية يترتب عليها ان هي تتأثر يؤدي إلى مرض ايه؟ فده في الغدة الدرقية. خلاص؟ طيب بعد كده هرمون ACTH، ده كان بيعمل ايه؟ الهرمون المنبه، بيأثر على قشرة. برافو عليكي، القشرة الغدة مين؟ الكظرية. يبقى ده مسؤول عن ايه؟ ها، وظيفته تنبيه قشرة الغدة الكظرية لإفراز هرموناتها. طيب شغله الأساسي امتى؟ لما نروح للغدة الكظرية. خلاص؟ طيب ثالث جزء من الهرمونات اللي يخص المنبهة للغدد الصماء الأخرى، هرمونات المنبهة للمناسل. الهرمونات المنبهة للمناسل، ودي نركز فيها علشان الجزء ده مهم 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 الحصة الجاية وفصل التكاثر، الحصة الجاية وفصل التكاثر، لأن الحصة الجاية احنا هناخد حاجة اسمها هرمونات المناسل. دي الهرمونات المنبهة للمناسل، يعني دي اللي تروح تقول للمناسل خرجي هرموناتك. يبقى احنا لازم ندرس الهرمونات اللي هتروح للمناسل، وبعد كده ندرس الهرمونات اللي هتخرج من المناسل نتيجة هذا التنبيه. وصلت؟ يبقى انا في فرق لما اقول هرمونات منبهة للمناسل، ودي بتدخلوها في بعض جدا، وهرمونات المناسل، هرمونات منبهة للمناسل وهرمونات المناسل، في فرق شاسع ما بينهم هما الاثنين. هرمونات منبهة للمناسل دي اللي خارجة من النخامية ورايحة تحفز المناسل على افراز هرموناتها. هرمونات المناسل دي الهرمونات اللي خرجت من المناسل بعد عملية التنبيه. خلاص يا شباب؟ طيب فالهرمونات المنبهة للمناسل هم هرمونين، هرمون FSH، ونركز ده TSH وده FSH. ميس الصورة بتقطع. الصورة؟ طيب لسه زي ما هي ولا كانت حاجة مؤقتة كده وراحت لحد؟ لا مظبوط. هي كل شوية كده تمام. كده تمام. هو النت بس يشد ويرخي معايا. خلاص؟ طيب ده ال FSH وده ال LH. طيب قال لك ركز بقى، انا اصلا لازم اكون عارف يعني ايه مناسل الاول، ولازم اكون عارف يعني ايه مناسل مذكرة ومناسل مؤنثة، وايه الفرق اصلا ما بين مناسل وجهاز تناسلي وامشاج. حد عارف؟ نعم؟ الصوت سابق الصورة، يعني الصورة بتقف والصوت بيبقى سابق الصورة. هطلع وارجع تاني. ماشي؟ طيب انا لازم اكون عارف الفرق ما بين جهاز تناسلي ومناسل وامشاج او جميتات. حد عارف الفرق ده؟ عادي، يعني اي حاجه تعرفوها عن اي حاجه. طيب مش الفرق ما بينهم. اقول انا طيب احنا متعودين ان الجسم بتاع الانسان متقسم لايه؟ اجهزه، صح؟ والاجهزه دي جواها ايه؟ مكوناتها اعضاء، صح كده؟ طيب فانا لما اقول الجهاز التناسلي يبقى ده جهاز زيه زي تنفسي، زي هضمي، زي دوري.
زي اخراجي جهاز. تمام؟ فدي كده اسمها ده لما اجي اقول الجهاز التناسلي. يبقى الطبيعي ان الجهاز ده يتكون من ايه؟ اعضاء زيه زي اي جهاز. قالك من ضمن الاعضاء بتاعت الجهاز دي، لو انا بتكلم عن ذكر فعنده في الاعضاء دي حاجه اسمها الخصيتين، ولو انا بتكلم عن انثى فمن ضمن الاعضاء دي اللي هي احد مكونات الجهاز التناسلي بتاعها مبيضين. قالك خصيتين ومبيضين دول اللي هما نقدر نسميهم مسمى اخر مناسل. صعبه؟ صعبه دي؟ يبقى المناسل هي احد مكونات مين؟ الجهاز التناسلي. طيب قالك المناسل دي المفروض ان هي بتخرج هرمونات، وده تحت تاثير هرموني الاف اس اتش والال اتش. يبقى انا عندي الاف اس اتش والال اتش اثروا في الذكر على مين؟ على الخصيتين. وانا هتلاقوني بحب اقولهم يعني بالانجلش كده اللي هي اسمها تستس، عشان لو قلتها تاني ما تتلخبطوش. خلاص؟ وبتاثر في الانثى، بيأثروا في الانثى على مبيضين. خلاص كده؟ طيب المناسل دي بقى لما تتحفز او تتنبه بالاف اس اتش والال اتش بتطلع هرمونات وامشاج. المناسل دي بقى بتفرز هرمونات وامشاج. ايه الامشاج دي؟ اللي هي جاميتات. طيب اللي هي ايه برضه يا ميس؟ اللي هي لو انا بتكلم عن ذكر والتستس، في التستس اللي في جسمه بتطلع حيوانات منويه. لو انا بتكلم عن انثى فالمبيضين هيطلعوا بويضات. ها عرفنا اجابه السؤال؟ بقت واضحه؟ يبقى الجهاز التناسلي يتكون من الاعضاء دي من ضمنها تستس بتاعت الذكر والمبيضين بتوع الانثى. التستس والمبيضين دول بنسميهم مسمى ايه؟ مناسل. المناسل دي بعد ما تتاثر بالاف اس اتش والال اتش بتطلع هرمونات و امشاج. الامشاج دي اللي هي ليها مسمى برضو ايه؟ جاميتات. بس انا لما اجي اتكلم عن الامشاج المذكره اللي هي حيوانات منويه، والامشاج المؤنثه بويضات. خلاص؟ طيب انا دلوقتي المفروض ادرس الاف اس اتش بيعمل ايه في الذكر والانثى، والال اتش بيعمل ايه في الذكر والانثى. خلاص؟ طيب الذكر والانثى نركز بقى. احنا قلنا الذكر التستس عنده بتطلع ايه؟ حيوانات منويه وهرمونات، والانثى بويضات وايه؟ وهرمونات برضو. صح كده؟ طيب راح قال لك لما جينا نفحص، ودي هتبقى واضحه جدا جدا في جزء التكاثر، لما جينا نفحص التستس بتاعت الذكر رحنا لقينا فيها انابيب. الانابيب دي هي اللي بيتكون جواها الحيوانات المنويه. يبقى انا التستس جواها انابيب، الانابيب دي تكون جواها حيوانات ايه؟ منويه، وبعد كده بتتحرر من الايه؟ بتخرج من التستس. طيب راح قال لك طيب يبقى لازم يكون في هرمون بينبهها ان هي تكون الحيوانات المنويه وبيوصلها لمرحله النضج الانابيب دي. قال لك بس لما جينا نفحص الانابيب دي لقيناها ضيقه جدا ورفيعه جدا، رحنا سميناها انيبيبات، تصغير انبوبه. وعشان هي بيتكون فيها حيوانات منويه رحنا سميناها انيبيبات منويه. اسمها ايه؟ انيبيبات منويه. راح قال لك الاف اس اتش ده بقى في الذكر وظيفته تحفيز الانيبيبات المنويه علشان تكون حيوانات منويه. هتلاقوني بقولها كتير سبيرم عشان هي حيوانات منويه بالعربي كبيره، هتلاقوني بقول سبيرم. خلاص؟ يبقى سبيرم بتكلم عن الحيوانات المنويه، تستس بتكلم عن الخصيه. خلاص؟ طيب فمسؤولة عن تحفيز الانيبيبات المنويه، بتحفزها، بتخليها تنضج، بتخليها تبدا تكون الحيوانات المنويه. طيب الانثى قال لك خلي بالك الاف اس اتش شغله في الانثى شبه شغله في الذكر. فانا هنا حفز الاف اس اتش في الذكر تكوين السبيرم، وانا كنت قايله ان السبيرم دي اللي هي عباره عن ايه؟ جاميتات. الجاميتات او الامشاج المذكره. يبقى الطبيعي او الشبه كده ان هو هيحفز في الانثى تكوين ايه بقى؟ امشاج برضه. امشاج برضه، ولكن الامشاج مين؟
المؤنثة. قال لك وزي ما الحيوانات المنوية في الذكر ليها بيت بتتكون فيه ومحتاج ان احنا نحفزه، برضو الأنثى البويضات بتاعتها بتتكون جوه بيت، جوه المبيض. طبعا البيوت دي جوه المبيض، يعني هو بيروح يعمل الاف اس اتش، بيروح للخصية اللي جواها الأنيبيبات ويقول لها كوني سبير. اتفهمت؟ نفس النظام هنا. الاف اس اتش بقى في الأنثى بيروح للمبيض ويحفز جواه تكوين ونضج حاجة اسمها حويصلة جراف. حاجات جديدة هنعرفها عن جسمنا لأول مرة. دي حاجة موجودة في جسم الأنثى جوه المبيض زي المحفظة، كل ما كبرت ونضجت البويضة اللي جواها بتنضج وتكبر. ف الاف اس اتش يأثر على المبيض اللي جواه، يحفز، يعني كأنه هو راح للمبيض كده بيقول له ايه؟ خلي حويصلة جراف اللي جواه تنضج. فبيروح للمبيض يحفز فيه تكوين ونضج حويصلة جراف، وتباعا لذلك نضج الايه؟ البويضة. ما هي لازم البويضة توصل للنضج عشان تقدر لما تندمج مع الحيوان المنوي يدوا بيبي، طفل اللي هو زيجوت بعد كده بيتحول لجنين. فلازم تكون الحاجات ناضجة وما فيهاش اي عيوب. خلاص؟ طيب نلم الدنيا تاني. يبقى الاف اس اتش دي طالعة منين؟ دي طالعة منين؟ هرمونات منبهة المناعة. دي تعتبر الجزء الغدي للغدة النخامية، وهي أحد ضمن إيه؟ في الهرمونات المنبهة للمناسل. هتروح تأثر على مين؟ على مناسل. اللي هي مين في الذكر؟ التستس. ومين في الأنثى؟ المبيض. طب لما تروح للتستس اللي في الذكر تحفز فيه إيه؟ تحفيز الأنيبيبات المنوية ونضجها لتكوين إيه؟ حيوانات منوية. لما تروح للمبيض في الأنثى تحفز إيه؟ تكوين ونضج حويصلة جراف اللي كل ما نضجت وكبرت تباعا ليها البويضة اللي جواها هتكبر وتنضج. خلاص؟ طيب ده كده بالنسبة لتأثيره في الذكر والأنثى. طيب أنا قلت لكم طبعا حويصلة جراف، ودي هناخدها الحصة الجاية، إن حويصلة جراف أصلا بتطلع هرمون، عشان أنا قلت لكم طبعا إن المفروض المناسل تطلع أمشاج وهرمونات. طيب ال اتش بقى بيعمل إيه؟ نركز. بيعمل ايه للذكر وبيعمل ايه في الانثى. نركز. قالك جوه التستس دي في انابيب وفي خلايا مدوره كده. قالك الانابيب خلاص عرفنا مين اللي بيأثر على شغلها؟ الاف اس اتش. يبقى لو لاحظنا كده الاف اس اتش تقريبا شغله الاساسي انتاج مين؟ امشاج. عشان كده بيسموه هرمون الخصوبة. فاللي عنده عقم بيبقى السبب الرئيسي مشكلة في هرمون مين؟ الاف اس اتش. خلاص؟ طيب الأمشاج تم إنتاجها في الذكر، يبقى كده باقي مين؟ هرمونات. مين بقى هيحفز إنتاج الهرمونات الذكرية؟ ال اتش. قالك أنا دلوقتي لسه قايله لك الخصية جواها انابيب. الانابيب دي كده لما نيجي نعمل لها قطاع عرضي او ناخد لها قطاع عرضي فكاننا قاطعينها كده واحنا بندرس. لما نيجي نقطع كده ونبص فتبقى باينه كانها دوائر، لكن هي لو طولي هنشوفها انابيب. خلاص؟ وهبعت لكم طبعا صوره ليها. طيب قال لك بقى ما بين الانابيب دي في خلايا. ما بين الانابيب في خلايا. راح قال لك عشان الخلايا بين الانابيب سميناها خلايا بينيه. قال لك الانابيب دي عرفنا مين بيأثر عليها؟ اف اس اتش. والخلايا البينيه مين اللي هيأثر عليها بقى؟ ال اتش. ال اتش. يبقى ال اتش يؤثر على الخلايا البينيه. الناس بيدخلون في بعض، اللي فيه ال خلايا، اللي فيه ال هيأثر على الخلايا خلاص البينيه، عشان بتدخلون في بعض دايما. خلاص بيتبدلوا. يبقى ده بيأثر على الخلايا البينيه. يقول لها ايه؟ يخليها تطلع هرمونات الذكور. بس كده.
طب ايه هي هرمونات الذكور الحصه الجايه. خلاص في هرمونات المناسل بقى. تمام. طيب ال LH بقى في الانثى، احنا المفروض لسه قايله لكم ان البويضه بتتكون جوه ايه؟ جوه حويصله جوه المبيض، صح كده؟ طيب لو احنا عايزين زيجوت يتكون المفروض ايه اللي يحصل؟ يندمج بويضه مع ايه؟ مع سبيرم، صح؟ يندمجوا مع بعض. طب لو فضلت البويضه جوه الحويصله جوه المبيض، هل عمرها ممكن تقابل السبيرم اصلا؟ لا. لا، يبقى عمر الزيجوت ما يتكون. يبقى لازم يحصل ايه للبويضه دي؟ تخرج، تطلع بره المبيض اصلا. يبقى لازم المحفظه اللي هي محطوطه فيها مالها؟ تتفتح. قال لك ده تتفجر. قال لك ده عمل مين بقى؟ ال LH. قال لك بعد ان يتم تكوين حويصله جراف وتصبح ناضجه، خلاص وقتها بيبدا هرمون ال LH يشتغل. يعمل ايه بقى ال LH؟ يعمل انفجار حويصله جراف. بصوا خليها فوق شويه تبقى واضحه. بعد كده بعد النضج بتاعها هيحدث ال LH هيجي يشتغل، يعمل انفجار الحويصله دي. الطبيعي لما ينفجر ايه اللي يحصل للبويضه؟ تتحرر، مما يؤدي الى تتحرر البويضه. قالك بعد ما المحفظه او الحويصله دي انفجرت والبويضه خرجت، قالك البقايا بترجع تلم على نفسها اللي هي بقايا الحويصله بعد ما اتفجرت، ويكونوا تركيب تاني خالص بيعمل وظيفه تانيه وهنشوفها بعد كده. بيكونوا حاجه اسمها الجسم الاصفر، يتكون من بقايا حويصله جراف، وبعد كده تكوين الجسم الاصفر. يبقى انا كده لو جيت اتكلمت على ال LH يعتبر ليه 3 وظائف. لو اتكلمنا عنهم تباعا، اول حاجه انفجار حويصله جراف، يليه تحرر البويضه، بعد كده بقايا حويصله جراف يؤدي الى تكوين حاجه تسمى بالجسم الاصفر. طبعا ال LH وال FSH فيهم كلام كتير انا عارفه. طيب انا لو عندي بقى ذكر، هرمونات الذكور بتاعته حصلت فيها مشكله، هل ده يؤثر على الخصوبه بتاعته؟ لا. لا. ال FSH مسؤول عن انتاج السبيرم، انا كل اللي بنكون محتاجه من الذكر سبيرم. طيب هرمونات الذكور لا، مسؤول عن ظهور علامات الذكور، شنط الصوت، نمو اللحيه، نمو العضلات. خلاص. طيب الانثى بقى المشكله ان لما نيجي يكون عندها مشكله في العقم، يعني مثلا الذكر لما يبقى عنده مشكله في الخلفه الدكتور بيطلب منه FSH بس. ليه؟ لان هو ده الحاجه الوحيده مسؤوله عن السبيرم. الانثى بقى تطلب منها الدكتور ايه؟ FSH وال LH. ليه؟ لان الاثنين مكملين لبعض عشان تخلف. ال FSH مسؤول ان البويضه ايه؟ تتكون ناضجه، ثم ياتي بعد ذلك دور ال LH المسؤول عن تحرير هذه البويضه لكي تلتقي بعد ذلك بالحيوان المنوي. يبقى لو ال FSH شغال بس ال LH مش شغال، هل هتقدر البويضه تلتقي بالسبيرم؟ لا. يبقى كده هيعمل مشكله عقم ولا لا؟ هيعمل مشكله عقم. فلما نيجي نتكلم على ال FSH وال LH بالنسبه للانثى مالهم؟ مكملين لبعضهم. يبقى ال FSH وال LH مكملين في الانثى. يبقى لو واحد فيهم حصلت فيه مشكله الخصوبه بتتاثر. خلاص. طبعا دي بورد دسمه جدا هنحتاجها الجزء ده الحصه الجايه وفي التكاثر تاني. خلاص. يبقى احنا نيجي نربط الدنيا كده تاني مع بعض. يبقى انا عندي اول حاجه خدناها في هرمونات الجزء اللغوي كان هرمون GH، خلاص خلصنا منه. نيجي بعد كده مجموعه الهرمونات المنبهه لغدد صماء اخرى. الغدد الصماء الاخرى دي اللي هي كان اول واحد هرمون TSH، ده وكان وظيفته TSH بيحفز الغده الدرقيه. ACTH تحفيز قشرة الغدة القذرية. بعد كده كان هرمونات المناسل FSH و LH. احنا قلنا ال FSH ده بيأثر في الذكر والأنثى ان هما بيخليهم يكونوا ايه؟ أمشاج، عشان كده سميناه بهرمون الايه؟ هرمون الخصوبة. طيب بيحفز ايه بالظبط في الذكر؟ قالك بيروح يأثر على التستس. يحفز على ايه فيها؟ يحفز ايه فيها؟ تكوين الحبيبات المنويه ونضجها، ومن ثم تكوين الحيوانات الايه؟ المنويه. لكن بالنسبه للانثى بيروح ياثر على ايه في المبيض او يحفز ايه في المبيض؟ حويصله
جراف تنضج وتتكون جواها البويضه. خلاص خلصنا كده. طيب قال لك طب ال اتش بقى بيعمل ايه في الذكر؟ بيروح ياثر على الخلايا البينيه اللي في الخصيه، خلايا تطلع هرمونات الذكور. طيب وايه في الانثى؟ يكمل عمل الاف اس اتش، والحويصله اللي اتكونت ناضجه لازم البويضه تخرج منها علشان يقدر السبرم بعد كده يلاقيها ويتكون الزيجوت، يبقى لازم الحويصله تنفجر. يبقى دي كانت وظيفه ال اتش، انفجار الحويصله، تحرر البويضه، ويتكون من بقايا الحويصله المنفجره حاجه اسمها الجسم الاصفر، وهنعرفه بالتفصيل في التكاثر وفي الحصه الجايه كمان. خلاص. طيب ده كده بالنسبه للاف اس اتش والال اتش في كل من الذكر والانثى. حد عنده اي سؤال في الجزئيه دي؟ لو سمحت يا مس، هو هرمون ال اتش بيأثر على هرمونات الأنوثة زي في الذكر ولا لأ؟ ايوه هقول لك ازاي. بصي، الجسم الاصفر ده اصلا بعد كده بيطلع حاجه اسمها هرمون البروجسترون بعد كده بعد ما يتكون. فهرمون البروجسترون ده هو مش مسؤول عن علامات الانوثه، هو دوره الوظيفي او الاساسي بيعمل تغيرات في الرحم، ودي هتشوفيها في التكاثر وفي الحصه الجايه، وبيعمل تغيرات اساسيه في الغده الثدييه، بيزود من حجمها في فترات الحمل. فهو بيغير في الخصائص الجنسيه بتاعت الانثى، ولكن في فتره معينه بيظهر دوره اكتر في فتره الحمل. امال بقى علامات البلوغ يعني اللي هي مثلا ان مثلا نمو الثدي، اللي هو بدايه الدوره الشهريه، دي كلها علامات البلوغ على الانثى. مين مسؤول عنها؟ الهرمون اللي هتطلعه حويصله جراف. يبقى انا كده الاف اس اتش نبه حويصله جراف، مش احنا بنقول هم منبهين، هرمونات منبهه. يبقى انا الاف اس اتش مش بينبه في الذكر، مش بينبه او مش بيحفز افراز هرمونات في الذكر. في الانثى بيحفز تكوين حويصله جراف اللي هتطلع هرمون اسمه الاستروجين. ال اتش في الذكر والانثى بيحفز افراز هرمونات بعد كده. في الذكر بيحفز الخلايا البينيه ان هي تطلع الهرمونات بتاعتها، وفي الانثى بيحفز تكوين الجسم الاصفر اللي هيطلع بعد كده هرمونات. فعشان كده لما جينا نتكلم عنهم واحنا قلنا مجموعه هرمونات منبهه للمناسل عشان تطلع هرموناتها. وصلت؟ تمام؟ طيب خلاص. طيب خدوا سكرين. خلاص. طيب كده مجموعة الهرمونات المنبهة لغدد صماء أخرى الثلاثة خلصوا. كان في بقى واحد كده، احنا قلنا أخدنا أول واحد الجي اتش، بعد كده المنبهة لغدد صماء أخرى، بعد كده المنبه للغدة الثديية. حد يقدر يقول لي الغدة الثديية دي تصنيفها غدة إيه؟ مشتركة؟ لا. ولا ها؟ غدة قنوية؟ قنوية. طيب قنوية خارجي ولا خارجي داخلي؟ خارجي. ليه؟ خارجي قلنا عشان فيها قناة، وخارجي التانية عشان افراز هذه القناة يصب خارج ايه؟ خارج الجسم. تمام؟ طيب يبقى انا اكون عارف ان تالت حاجة في هرمونات الجزء الغدي الغدة النخامية اللي هو هرمون البرولاكتين، ان الهرمون ده يحفز على افراز اللبن في الغدة الثديية. طيب يبقى انا لما اجي اسال هرمون غدي، اول ما اقول لكم هرمون غدي دي يعني يفرز من الجزء الغدي للغدة النخامية، يحفز غدة قنوية، يبقى انا كده قصدي على مين؟ هرمون مين؟ البرولاكتين. خلاص؟ طيب لما اقول هرمون غدي يؤثر
حاجة عضلية، يبقى ده هيكون مين؟ الجي اتش. الجي اتش، برافو عليك. طيب المفروض ان احنا كنا ناخد الحصة دي هرمونات الجزء العصبي، بس المعلومات كتيرة جدا، بس برضه ما ينفعش اسيب الجزء كله. هرمونات الجزء العصبي الغدة النخامية 2، فيهم واحد كبير قوي وعليه حوالي مش اقل من 14 رسم بياني، ووقتها هنشوف ازاي نقرأ الرسم البياني بتاع الفصل ده. واحد تاني كل اللي فيه كلمتين وليه علاقة بالهرمون ده، فاحنا هناخد التاني والاولاني هناخده الحصة الجاية اللي هو ال ADH. التاني ده اسمه ايه بقى؟ هرمون الاوكسيتوسين. ايه هرمون الاكسيتوسين ده؟ نركز بقى. قالك هرمون الاوكسيتوسين ده، بص هو هرمون عصبي، هرمون عصبي يعني يفرز من الجزء العصبي، يؤثر على الغدة الثديية. يبقى كده الغدة الثديية دي غدة ايه؟ قنوية. يبقى انا لما اجي اقول لك هرمون غدي يؤثر على غدة، يحفز غدة قنوية، غير هرمون عصبي يحفز غدة قنوية. لو انا بقول هرمون عصبي يبقى انا قصدي على مين؟ الغدة الاوكسيتوسين. لو انا بقول هرمون غدي يؤثر على غدة قنوية يبقى انا قصدي على مين؟ البرولاكتين. البرولاكتين. قالك ده بيعمل ايه للغدة الثديية؟ قالك ده يحفز على اندفاع او خروج اللبن من الغدة الثديية. مس انا حاسس ان الدنيا دخلت في بعضها ومش حاسس الفرق البسيط اللي ما بينهم. هنعتبر ان الغدة الثديية دي، الغدة الثديية دي او خلايا الغدة الثديية كيس بيتملي. مين بقى اللي بيحفز ان الكيس ده يتملي؟ البرولاكتين، بس يتملي من غير ما يخرج ايه؟ اللبن، يفضل جواه. طب امتى اللبن لازم يخرج؟ وقت الرضاعة بس. طيب بس لازم الغدة الثديية يبقى فيها لبن قبل كده، مش هيتكون لحظيا وقت الرضاعة. بس ما ينفعش طول ما الغدة الثديية فيها لبن يكون بيخرج، يبقى لازم يكون فيه هرمون متحكم في التكوين وهرمون متحكم في مين؟ في خروجه، صح؟ راح قالك اللي مسؤول ان هو يدي الاوامر ان الخلايا تكونه مين وتفرزه؟ البرولاكتين. بس تخرجه براها او يحصل اندفاع للبن خارج الغدة الثديية خالص ويخرج بره القناة عن طريق الفتحات الثديية، ده مين؟ الاوكسيتوسين. طب يا مس ايه العلاقة ما بين الولادة والرضاعة؟ قالك سبحان الله عشان الجسم ما يتلخبطش روح ربنا خلي هرمون الولادة هو هرمون الرضاعة، عشان عمر ما الرضاعة تبدأ قبل مين؟ الولادة، يبدأوا مع بعض. راح قالك الاوكسيتوسين ده بنسميه برضه هرمون الولادة، يبقى ده هرمون الولادة والرضاعة. ازاي؟ قالك اول ما نيجي لنهاية التاسع ويكون مراحل الجنينية اكتملت، وقتها بيبدأ الأوكسيتوسين يشتغل. يعمل ايه؟ يروح لعضلات الرحم ويزود معدل الانقباض والانبساط بتاعها. انقباض وانبساط ليه؟ عشان تضغط على الجنين وتدفعه بره جسم الأم تروح تحصل الولادة. فالأوكسيتوسين لما اتفرز ومشي في الدم شوية راحوا للرحم عشان يخرجوا الجنين، وشوية راحوا لمين؟ للغدة الثديية عشان تخرج اللبن. خلاص. وللعلم الغدة الثديية تقع تحت تأثير عصبي وهرموني. ازاي؟ حد هيقول لي يا مس طيب كده معناها ان المفروض ان من اول ما الام بتولد بتبدأ خلاص ترضع، والمفروض ان كده عملية اندفاع او خروج اللبن شغالة على طول. لا، وقت رضاعة الجنين بس. طب رضاعة الطفل طبعا الجنين دي وهو في بطن مامته. طب يا مس هو ازاي يعني الام عرفت او الغدة الثديية عرفت ان المفروض ان هي تخرج اللبن دلوقتي على الرغم من ان هو فيها اصلا اللبن متكون وبقاله شوية؟ نركز بقى. قالك بيبقى فيه خلايا عصبية حسية موجودة في الثدي. اول ما فم الجنين يلمس الثدي تتبعت اشارة كهربية لمين؟ للمخ. والمخ ده كان فيه خلايا عصبية
اللي هي كانت خلايا عصبيه بقى مين؟ مفرزه. تروح تجيلها الاشاره من المخ، تروح الخلايا العصبيه المفرزه دي تطلع دفعه مين؟ اوكسيتوسين، عشان يخرج للبيبي اللبن. شفتوا انتوا السيناريو ماشي ازاي؟ يبقى انا مثلا لما اتساءل هو ازاي اللبن عرق الثدي عرف ان المفروض يخرج لبن دلوقتي، وان البيبي وهو بعيد الثدي ما بيخرجش لبن، ان في الغده الثدييه تاثير عصبي وتاثير هرموني. العصبي جاي منين؟ من لمس فم الجنين للام. اول ما يلمس الجنين الرضيع، الطفل الرضيع ثدي الام، وقتها بيبدا ايه؟ بيبدا اشاره المخ بيبعت اشاره للخلايا العصبيه المفرزه تبدا تفرز مين؟ تطلع الاوكسيتوسين. طب حد هيقول لي يا مس طيب يبقى هي كده كل ما يطلع الاوكسيتوسين اللي هو وقت الرضاعه يعمل انقباض وانبساط للرحم، على الرغم من ان الجنين خلاص البيبي خلاص نزل ومفيش حاجه في الرحم؟ قال لك لا، الاوكسيتوسين او دفعه الاوكسيتوسين اللي بتنزل وقت الولاده، وده وقتها مسؤول عن حاجه اسمها الطلق لو تسمعوا عنه. وعشان كده ساعات السيدات اللي عندهم حالات ولاده متعثره بنحقنهم بمستخلص الاوكسيتوسين، ان لازم الجنين لازم في قوه دفع داخليه تطرده بره، فقوه الدفع الداخليه دي لو مش موجوده الجنين مش هيخرج. فدي بتكون بفعل الاوكسيتوسين ان هو يحفز على زياده معدل تقلصات عضلات الرحم. لما اجي اسالكم عضلات الرحم دي انهي نوع من الثلاث عضلات اللي احنا اخدناهم؟ ملساء، برافو عليكي. اول حاجه قلبيه مستبعده، لو هيكليه احنا ما بنتحكمش فيها. احنا بنتحكم فيها؟ لا، يبقى ما ينفعش نقول ان هي هيكليه، يبقى كده هي لا اراديه بس، ولا هيكليه ولا قلبيه، يبقى هتكون ايه؟ ملساء. يبقى انا نركز لما اقول لك هرمون عصبي يؤثر في عضلات ملساء، نركز. خلاص؟ طيب الجزئيه بقى اللي انا كنت بسال فيها، هو كل ما يطلع الاوكسيتوسين تقعد تحصل تقلصات عضلات الرحم حتى وقت الرضاعه؟ قال لك لا، قال لك انا عندي التركيز بتاعه بيبقى مثلا وقت الولاده اهو بيعلى جدا، التركيز العالي منه يؤثر على عضلات الرحم ويحدث فيها تقلصات. بعد كده في فترات الرضاعه تركيزات قليله منه، التركيزات القليله دي لا تؤثر على عضلات الرحم، ولكن تركيزها دهوت اللي هو بالمعدل القليل دهوت بيأثر على الغده الثدييه بس. يبقى ده كده وقت الرضاعه الولاده، ودي كده دفعات الرضاعه. خلاص يا شباب؟ وصلت؟ خلاص؟ يبقى نركز، الهرمون الاوكسيتوسين مش هو اللي بيخلي اللبن يتفرز جوه الغده الثدييه، لا ده هو بيخليه بعد ما اتفرز يخرج براها، اللي بيخليه يتفرز جواها بس بيفضل ملوش علاقه بان هو يخرج البرولاكتين. يبقى البرولاكتين والاوكسيتوسين برضو مكملين لبعض في العمل زي الاف اس اتش ومين والال اتش. خلاص تمام؟ طيب ازاي ان الاوكسيتوسين مسؤول عن ان هو يزود تقلصات عضلات الرحم، على الرغم من ان وقت الرضاعه المفروض ان احنا مش محتاجين التقلصات دي، تركيزه وقت الولاده بيكون عالي جدا، هو اللي بيكون سبب في التقلصات. بعد كده لما بتيجي فترات اللي هي الرضاعه مش بيكون التركيز بتاعه عالي، فالتاثيره بيكون مقتصر على الغده الثدييه بس، فبيكون يعني التركيز بتاعه قليل اصلا في الفتره دي. خلاص كده المفروض باقي في الغده النخاميه هرمون الاي دي اتش، وده هناخده الحصه الجايه باذن الله مع الغده الدرقيه والجرات الدرقيه وغده كمان. خلاص طيب، حد عنده اي استفسار في الجزء بتاع البرولاكتين والاوكسيتوسين او اي جزء اصلا في هرمونات النهارده؟ لو سمحت يا مس، هو ينفع نقول على خروج اللبن من الغدة الثديية ان ده افراز برضو؟ لا، افراز دي بنقولها على الخلايا اللي كونته وبتخرجه براها يعني للقناه نفسها، لكن هنا اندفاعه يعني بص انا عندك اهو، انا لما اجي اكلمك على الغده القنويه قلت لك خلايا بتفرز ماده اهي، الماده دي بتمشي في قناه وبتخرج بره القناه، صح كده؟ فانا عندي اللي بيأثر على الخلايا دي عشان تكون اللبن برولاكتين، يبقى هي دي عملت له تكوين جواها، وبعد كده افرزته في التجاويف دي ومشي في القناه.
يبقى كده تكوين وافراز. مشي في القناه دي عشان يخرج بقى من الفتحه دي اللي هي بتصب خارج جسم الام، هيأثر على الفتحه دي كده عشان يخرج بره جسم الام الاوكسيتوسين. يبقى كده ده اسمه اندفاع او خروج وليس افراز. افراز يتم اطلاقها على الخليه اللي صنعت. تمام. فانا عندي دلوقتي البرولاكتين هو اللي راح للخلايا دي، الخلايا دي اللي هي الخلايا الثدييه، اسمها الخلايا الغده الثدييه، وقال لها صنعي اللبن. هي كونت اللبن جواها، ده كده التكوين. وبعد كده صبته هنا في التجاويف دي، وبعد كده مشي كده، فهي صبته في التجاويف دي كده، هي عملت له افراز اللبن. وصلت؟ فهمت؟ يعني طلعت وكونت وخرجت. هي عملت البرولاكتين، خلاها تكون وتفرز. افرزته فين؟ في القناه. بعد كده خروجه بره القناه، يخرج بره الغده خالص بقى، ده كده الاوكسيتوسين. تمام؟ ها؟ تمام. حد عنده اي استفسار اخر؟ طيب الحصه الجايه ان شاء الله في ميعادنا باذن الله تعالى بدون سوء. بس مطلوب مننا من اول الهرمونات هيكون عندنا امتحان لحد فين؟ من اول الهرمونات، من اولها كلها معايا، من الاول، والغده النخاميه هرموناتها كلها ما عدا الاي دي اتش بس. ها، يبقى انا المقدمه بتاعت الحصه اللي فاتت، وهيدخل معاهم الغده النخاميه التركيب بتاعها وهرموناتها تي اس اتش، اس تي اتش، ال اتش، اف اس اتش، جي اتش، برولاكتين، اوكسيتوسين. يبقى كل الغده النخاميه معانا ما عدا هرمون الاي دي اتش بس. يبقى من اول الهرمونات لحد نهايه الغده النخاميه ما عدا الاي دي اتش. ده هيكون امتحان الحصه الجايه. خلاص نذاكر، ما نركمش الدنيا علشان الحصه الجايه هنحتاج الحاجات اللي في الحصه دي. خلاص تمام؟ حد عنده اي سؤال؟ الهرمونات في النبات تيجي في الامتحان؟ بقول من اول الهرمونات. بصي يعني هشوف. بصي انا مش فاكره هي كانت محط الامتحان فيها ايه بالظبط بناء على التعديل الجديد، فانا هتاكد ايه اللي سابوه منها عشان اقول لك ايه بالظبط اللي هيجي منها. خلاص تمام. اي استفسار؟ السلام عليكم. خدوا سكرين.